اليوم أصبحت يعني تشهد اعتراف دولي غير مسبوق. فالقضية الصحراوية اليوم أصبحت يعني بليفيزيبل أكثر، يعني على مستوى الدولي لها يعني وجود حقيقي دولي، ولها مساندة دولية أكثر من أي وقت مضى. حتى على مستوى يعني الواقع اللي كان دائما تجربة كانت مطمورة لواقع المأساوي لحقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة، الآن أصبح يعني العالم يعلم يشعر بما يعانيه وما يقاسيه المواطن الصحراوي داخل الأراضي المحتلة. فيما يخص الشق الآخر من سؤالكم أنه ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بها، يمكن أن يفهم من سؤالكم سادتي الكريمة على أنه تقصدون العودة إلى الكفاح المسلح. هذا قرار تتخذه جبهة البوليساريو الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، إلا أني كمدافع عن حقوق الإنسان لا أتمنى ذلك أبدا. لا أتمنى أن يعني تتخذ جبهة البوليساريو هذا الموقف أو يدفعها المنتظم الدولي لاتخاذ موقف مماثل، لأن الحرب لم يجني منها لا الشعب الصحراوي ولا الشعب المغربي الشقيق إلا المأساة والمعاناة. وبالتالي أتمنى أن يفرض المنتظم الدولي يعني الشرعية الدولية خصوصا على الطرف المتعنت، وفي هذه الحالة المملكة المغربية. أتمنى أيضا أن تتحرك القوى السياسية المغربية والمجتمع المدني المغربي من أجل الضغط على النظام المغربي للانصياع للشرعية الدولية وإنهاء هذه المعاناة التي تسببت لنا ولهم في الكثير من المعاناة، والتي تعتبر حقيقة عائق دون تقدم ملموس فيما يخص وحدة المغرب العربي على مستوى المنطقة. إذن مستقبلنا مشترك نحن والمغاربة، ولكن أتمنى أن يكون بشكل سلمي وليس على حساب الشعب الصحراوي، لأن الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن مطلبه الأساسي والمشروع، الحق في العيش الكريم والحرية والاستقلال. هذا شيء محتوم وتعاقبت عليه الأجيال، وسنظل متشبثين بهذا الحق. ولكن أتمنى كمدافع عن حقوق الإنسان أن يتوصل الطرفان إلى حل سلمي يضمن ويكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. دعم جزائري للقضية الصحراوية وآخر أوروبي وربما من العديد من أقطار العالم. ماذا عن الدعم العربي، أو هل هناك دعم عربي للقضية الصحراوية؟ للأسف الشديد الدعم العربي ليس في المستوى المطلوب. نتأسف كثيرا على أن إخواننا العرب ليسوا بمستوى الدعم المطلوب، وخصوصا على أنه هذا شعب عربي أصيل، شعب يدافع من أجل قيم ومبادئ أصيلة وثابتة ومشروعة. ونتمنى أن يحذو حقيقة هذا، تحذو الدول العربية حذو الشقيقة الجزائر، تتخذ نفس المواقف سواء من قضيتنا كشعب أو من القضايا العادلة الأخرى اللي يعني تشهدها مناطق أخرى. ما تعقيبكم على الوساطة الإماراتية التي حاولت أن تستدعي فيها المغرب والجزائر من أجل تسوية القضية الصحراوية في حين استبعدت الطرف الصحراوي؟ الجزائر ليست طرفا، الجزائر تعتبر حليف كما تعتبر فرنسا حليف للمغرب، فلما أيضا لا يقحم المغرب فرنسا في الحل؟ ما أحوجنا بأن تقحم فرنسا في إيجاد حل للقضية الصحراوية. الجزائر كانت وستظل حليفا للشعوب المضطهدة وللقضايا العادلة. فالجزائر
لم ولن تكون طرفا في القضية الصحراوية. من يقرر في هذه الحالة مصيره هو الشعب الصحراوي من خلال ممثله الوحيد جبهة البوليساريو. في الأخير سيدتي، ربما كلمة توجهينها للمملكة المغربية وأخرى للمجتمع الدولي. الكلمة التي أود توجيهها للمملكة المغربية ربما منذ قليل وجهتها من خلال المجتمع، يعني كلمتي أو رسالتي للمجتمع المدني المغربي، والرسالة هو على أننا نحن كصحراويين رغم ما كابدناه ورغم ما قاسيناه وعانيناه من قمع ممنهج واعتقالات واغتيالات واختطافات بالجملة، لا نكن أبدا، وأسطر تحت لا نكن أبدا أي عداء للشعب المغربي الشقيق، ولا نكن أيضا عداء للنظام المغربي، ولكن ما نريد إيصاله للنظام المغربي كما للشعب المغربي هو أننا شعب مستقل عن المملكة المغربية، على أننا دولة محتلة، وبالتالي نطمح كما طمح المغرب هو نفسه للاستقلال. ما نود من المملكة المغربية هو الانصياع للشرعية الدولية وإعطاء الشعب الصحراوي الكلمة الحرة من أجل اختيار مستقبله بيده. كل ما نوده وللشعب المغربي الشقيق هو أنه كفى من التضليل، كفى من المغالطات وتوجيه التهم للجزائر مرة وجعلها شماعة مرة أخرى، فالشعب الصحراوي هو من يتشبث بحقه في العيش الكريم والاستقلال. والشعب الصحراوي منذ السبعينيات إبان الاستعمار الإسباني ظل يطالب بالاستقلال، وبالتالي على الشعب المغربي أن يفهم على أنه هذا غزو عسكري واحتلال غير شرعي، وعلى أن مستقبل المغرب مع مستقبل الشعب الصحراوي دولتين منفصلتين عن بعضهما البعض، مستقلتين يمكننا أن نبني مستقبل مشترك إلى جانب إخواننا في المغرب العربي من الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، ولكن هذا لن يكون أبدا على حساب الشعب الصحراوي وحقه الغير قابل في التصرف في الاستقلال. شكرا لك سيدتي. مشاهدينا الكرام، أشكركم على حسن المتابعة. السلام عليكم.